ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الحب الغير مشروط. ايه هو اصلا الحب الغير مشروط وليه معظم ألمنا واضطراباتنا جايه منه؟ طيب، اولا كده، هو ليه لو حد ما تحبش حب غير مشروط او ما حبش نفسه لما كبر حب غير مشروط، بيبقى فيه حاجه غلط، او بيبقى مش عايزه اقول مضطرب، بس بيبقى مش كويس. عشان احنا المفروض لما نتخلق كده عشان نغلط ونتعلم الصح والغلط، نكون عارفين ان احنا محبوبين، ان احنا مهما حصل فماما وبابا بيحبونا وهيسندونا. مش لو مثلا ما سمعتش الكلام ماما مش هتحبك، لو ما طلعتش الاول بابا مش بيحبك والكلام ده. طيب احنا معظمنا واحنا صغيرين ما تحبش حب غير مشروط، فلما كبر محبش نفسه حب غير مشروط، فبقى بقينا كلنا بنحط لنفسنا شروط ومعايير محددة عشان نحب نفسنا. انا هحب نفسي لما اخس، هحب نفسي لما هتجوز، انا هبدأ اعيش لما ارتبط، لما اتخرج هبدأ اعيش، لما اسافر هبقى كده استحق. يعني كنت بقعد اقول، مش بقعد اقولها قصدا، بس هي الافكار دي بتيجي في دماغي. وبعدين قعدت اقول يعني هو مين بجد اللي بيحط الشروط ده؟ يعني هما خلاص بقى الاهل خلصوا دورهم وخلاص، احنا كبرنا وتربينا، فاحنا بقى بنحط الشروط دي لنفسنا. مش بقى لو سمعت الكلام هحبك، لا لما تحقق كذا وكذا وكذا، والمفاجأة ان كذا وكذا وكذا دول مبخلصوش. يعني هي دايرة هنقعد نلف فيها من الاول للاخر. طيب فهمنا ان الحب غير مشروط، ان احنا بقينا مش اهلنا اللي بيحطوا لنا شروط، احنا اللي بنحط شروط لنفسنا عشان نحب نفسنا. طيب ما هو احنا اصلا خدنا الاذن للحياة والابروفال خلاص ان احنا نعيش من ربنا لما خلقنا وقال بسملة تتخلق وكون فيكون، فكانت بسملة وعايشة الحمد لله. فانا كده معايا كل الحق والصلاحية ان انا اعيش بجد. يعني ما استناش ان انا انجح في حاجة عشان معينة عشان اعيش، عشان مثلا كنت بقول لما اتخرج ابدأ فيديوز، او لما اسافر هعمل كذا، مش عارفة ايه. فلا، طب ما اعمل دلوقتي انا ورايا ايه؟ المشكلة انها مش ورانا حاجة دلوقتي، بس بنحط الحاجات دي كده في الحياة المؤجلة اللي هنعيشها بعدين امتى؟ طب ما دي حياتك. ف والمشكلة ان احنا بيبقى عندنا احساس اعمق ان احنا ما نستاهلش حاجة، او ما نستاهلش الناس دي تبقى معانا، او ما نستاهلش الوظيفة الفلانية. والموضوع مش مرتبط بان انت شخص كويس او وحش، او غالبا الناس اللي بتبقى عندها الحاجات دي بتبقى كويسة بجد، بس هي مش عارفة ان هي كويسة، ما تقلهاش ان هي كويسة، فهي انا كويسة في ايه؟ ف يعني مش واثقة في نفسها بمعنى اصح. فالمهم احنا عايزين نوصل لمرحلة ان احنا بنحب نفسنا حب غير مشروط. انا بحب بسملة دلوقتي، بحب بسملة بعدين، وبحب بسملة اللي قبل كده اللي في الماضي. فبسملة وهي تخينة وهي رفيعة، بيضة سمرة شاطرة ساقطة، جابت الاولى جابت الاخيرة، اشتغلت ما اشتغلتش، اتجوزت ما اتجوزتش، خلفت ما خلفتش. كنت بقول مثلا ان انا مش عارفة لما اخلف وجسمي يتخن وكده هحب نفسي ولا لأ. بعدين قلت نعم بجد. يعني انا هبقى مش بحب نفسي لو تخنت شوية، وانا اصلا يعني انا دلوقتي رفعت، انا كنت تخينة زمان بس لا. يعني انا اصلا لو مع حد وبيقولي ان انت لو تخنتي هسيبك او مش هحبك، يا نهار اسود. ده انا كنت يعني اقل حاجة يعني ان انا طردت من حياتي. فاحنا المشكلة ان الافكار دي بتبقى وحشة قوي، واحنا ما بندركش قد ايه هي وحشة قوي غير لما نسمعها بصوت عالي او نكتبها، نقول يا نهار اسود. انا يعني مفيش واحدة صاحبتي انا هقول لها كده. فعايزين نعامل نفسنا بحنية شوية، بأدب شوية، نحترم نفسنا شوية، يعني نقول لنفسنا بجد كلام حلو. اكتر حاجة انا مبسوطة بيها السنة دي ان انا غيرت طريقة كلامي مع نفسي، بقيت احسن بكتير من الاول. انا بجد لما بشوف
مذكراتي او الجورنال اللي انا كاتباه لنفسي، لا لا بجد مش طبيعي. يعني انا كنت فاكره ان انا اتحسنت، عشان انا كان في فتره جلد الذات عندي عالي قوي، هبقى هعمل فيديو عنه. ما كنتش بقوم من على السرير. هو الاكتئاب اصلا بيبقى جلد ذات، والجلد الذات ده بس كان فعلا عالي، كان فعلا الصوت عالي، اللي هو انا مش قادره اتحرك، انا بقول لنفسي كلام وحش قوي. المهم، وعشان ايه بجد، المهم فانا لاحظت ده لما كتبته مره في الشات بتاعي. انتوا عشان تلاحظوا انتوا بتكلموا نفسكوا ازاي، كلموا نفسكوا، اكتبوا الكلام، هتشوفوا تقول نفسي انا وحشه، انا مستاهلش اتحب، انا تخينه، انا ايه ده، ايه ده بجد. ما ينفعش تكلمي صاحبتك كده. المهم، كنت بقول ان انتي ما ينفعش تكلمي صاحبتك كده بالطريقه اللي بتكلمي بيها نفسك دي، فبالتالي ما ينفعش تكلمي نفسك كده. عاملي نفسك كانك بيبي صغير لسه بتعلم، حبيبك، صاحبتك القريبه اللي انتي بتحبيها، فصاحبتك مش هتروحي تقولي لها انت فاشله، انت ايه اللي انت لابسه ده، في حد بيزعق لحد بره مش عارفه ايه. يعني مش هتروحي تقولي لها كده، ماشي يا ست وصلي لها المعلومه، بس وصلي لنفسك المعلومه اقصد، بس بطريقه محترمه. بس المهم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي تعليق سلبي او ايجابي قولوا، انا صدري رحب. بس اشوفكم الفيديو الجاي.